تخيل مؤلفة مشهورة وعندها كتب وروايات بتتعرض لحالة اغتصاب بتغير حياتها وبتحاول تجيب حقها من اللي عمل كده. بيبتدي فيلمنا مع المؤلفة المشهورة تاس وهي بتتكلم مع صديقتها فيديو وبتبان انها بتلبس علشان تخرج. بتركب العربية وبتشغل الذكاء الاصطناعي توم وبتظبط الGPS على العنوان، وبيبان في الشباك ناس اول ما بتمشي بيختفوا. بتوصل للمكان وبتتصور مع اللي هناك وبتدخل تناقش الرواية بتاعتها في معرض الكتب، ولما بتخلص بتديها صاحبة المعرض رومانا طريق مختصر علشان تمشي فيه، وكمان بتكتبه على الGPS. ولما بتمشي تاس فيه بتلاقي طريق مهجور بين غابات. بتحس انها تاهت ومش عارفة توصل للمكان لحد ما بيظهر قدامها ألواح خشب بيكون فيها مسامير. بتدخل في الكاوتش وبتفرقعه، وده اللي بيخليها تقف عند بنزينة مهجورة. وبعد فترة بيظهر شخص ضخم وبيكون عاوز يساعدها، وبعد ما بيخلص وبيغير لها الكاوتش بيمسكها ويغتصبها. ولما بيخلص بيبان انها ما بتتحركش فبيفكر انها ماتت. بيشيلها لحد المجاري وبيسحبها لحد جوه الماسورة وبيرميها، لكن بعد شوية بتفوق وبتحاول تخرج من المكان وبتلاقي في المكان اكتر من جثة، بس بتقدر تخرج وبتمشي لحد ما بتوصل للبنزينة تاني وما بتلاقيش العربية ولا بتلاقي المحفظة بتاعتها. تاخد الشبشب وبتطلع على الطريق، ولما بتشوف عربية جاية وراها بتستخبى لأنها ما بتكونش عاوزة تركب أي عربيات ولا تطلب من أي حد المساعدة، لحد ما بتوصل لبلد قريبة وبتدخل للمتجر وبتكلم نفسها على البريد وبتحكي اللي حصل علشان ما تنساش. والناس كلها بتبص عليها بسبب شكلها، فبتكلم شركة عربيات علشان تطلب عربية، وبتيجي العربية وبتركبها وبتطلب إنها ترجع للبيت. بترفض تبلغ الشرطة أو تروح أي مستشفى علشان تحافظ على سمعتها، فبتدخل البيت وبتمسك سلاح اشتريته قبل كده، وكمان بتمسك التليفون وبتسمع الرسالة اللي سجلتها لنفسها. بتفوق تاني يوم وبتجيلها صاحبتها وبتعرفها إنها وقعت بعد ما خلصت المناقشة، بس بتجيلها مكالمة من صاحبة متجر موجود في البلد اللي كانت فيها. بتقول لها عربيتك موجودة في موقف العربيات وتقدري تيجي تاخديها في أي وقت. فبتروح وبتدخل جوه وبتكون حاطه ايديها على المسدس، لكن بتطلع صاحبة المتجر وبتديها الشنطة والمفاتيح. فبتقول لها على مواصفات الراجل، وكمان بتقول لها انه ساعدني ووصلني فعاوزه ارد له الجميل، علشان ترد صاحبة المتجر بانه اسمه بيج درايفر، علشان تاس تقول لها لو شفتيه اتصلي بيا بس من غير ما تقولي له، علشان عاوز اعمل له مفاجأة. بتركب العربية وبترجع تاني للبيت، بس وهي في الطريق بيتكلم الذكاء الاصطناعي توم علشان ينبهها بان صاحبة معرض الكتب رومانا ممكن تكون جزء من اللي حصل. فلما بتوصل بتبحث عنها وبتكتشف انها عندها ولد اسمه ليستر، والشهرة بيج درايفر، وجوزها اسمه روسكو وبيكون مات. فبتقول ان رومانا صورتها وبعتت الصور ليه علشان يعرفها، وهي اللي كتبت العنوان على الGPS وهي اللي بعتتها. علشان كده بتركب العربية تاني وبتوصل لرومانا وبتهددها بالسلاح وبتواجهها باللي حصل، بس رومانا بتقول لها انا معرفش اي حاجة، وكمان بتنفي في الاول لحد ما بتقدر تمسكها وتوقعها. وبتمسك المسدس وبترفعه على تاس وبتعترف انه ابنها وهي ساعدته علشان يمسكها. ولما بتضرب بالمسدس بيطلع انه فاضي لان تاس ما حطتش رصاصة في الاول، علشان كده بتمسك تاس سكينة وبتضربها وبتمسك المسدس وبتقتلها. وهي خارجة بتشوف صورة لابنها مع اخوه، فبتركب العربية وبتمشي، لكنها وهي في الطريق بتلاحظ عربية نفس شكل عربية ليستر وبينزل منها شخص نفس شكله، فبتحس انه هو وبتبرمج توم على انه يتابعه، وبتفضل ماشية وراه لحد ما بتوصل لمكان بتشوف فيه عربية نفس الشكل، بس توم بيقول لها مش هي، لكنها بتنزل وبتمسك المسدس وبتفضل مستخبية لحد ما بيوصل. وأول ما بيوصل عندها بتخرج وبتقتله، بس بتكتشف إنه مش هو ولكنه أخوه، فبتحس إنها قتلت شخص بريء وملوش ذنب. لكن بترجع تاني تركب عربيتها وبتوصل لبيت بيظهر إنه مهجور. بتدخل البيت وبتلاقي جوه طبعة وفي صور متعلقة بيظهر فيها ليستر وأخوه وهم متصورين جنب ضحايا بنات، والطبعة بتكون بتطبع صور بتظهر فيها تاس مع
ليستر، وبتكتشف ان اخوه هو اللي بيصورهم. ولما بتخرج بتسمع صوت آلة شغالة بره، فبتروح وبتقف قدام الباب وبتشوف بره خشب فيه مسامير زي اللي ظهر قدامها وهي ماشية. فبتدخل وبتلاقي ليستر اللي كان مفكر انها ماتت، علشان كده بيحدف الصاروخ عليها لكنها بتضربه بالمسدس، وقبل ما تضربه تاني وتقتله بيطلع الرصاص خلص، فبتطلع جري وبتسيبه. ولما بيطلع وراها بتضربه بالخشبة اللي كان فيها مسامير، وبتحط رصاص في المسدس وبتخلص عليه علشان تكون تيس خدت حقها. وبينتهي فيلمنا لحد هنا، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.